السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. انا عملت لكم النهارده كيكه سهله وبسيطه هتعجبكم ان شاء الله. مقاديرها مظبوطه، مكوناتها مش كتير، حاجه بسيطه جدا، وعملتها كده تركايه كده من فوق، اديتها لون كده عشان خاطر تعجب الاولاد. بجد بصوا الطريه وحلوه، بصوا عاليه ازاي وهشه، بصوا جميله جدا هتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف مقاديرنا اللي احنا عملنا بيها الكيكه الجميله الحلوه دي اللي هتعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هعمل لكم كيكه سهله وبسيطه وخفيفه ان شاء الله هتعجبكم. انا معايا هنا مقاديري: 3 كوبايات دقيق، كوبايه معلقتين كده لبن، معايا كوبايه سكر، معايا 3 بيضات عليهم رشه فانيليا، معايا كوبايه الا ربع سمنه، قصدي مكعب زبده على زيت، ومعايا كيس بيكنج باودر، وحاطه رشه ملح على الدقيق. وان شاء الله الطريقه دي حلوه قوي هتعجبكم. مشغله الفرن قبل ما ابدا. بس ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. مقادير: انا هضربها في الخلاط عشان خاطر ما يزعكوش. انا هضرب ال3 بيضات والسكر والزيت في الخلاط، وهنزل نص كوبايه اللبن في الخلاط، وهخلي جزء منه عشان خاطر اشوف الدقيق معايا هياخد لبن قد ايه. ماشي. وهبدا كمان بسم الله الرحمن الرحيم هحط كيس البيكنج باودر عشان انا بنسى كتير قوي ان انا احط البيكنج باودر. فانا حطيت كيس البيكنج باودر اهو على الدقيق، وهضرب المقادير بتاعتي في الخلاط وارجع لكم تاني. كده انا ضربت المقادير اهي في الخلاط. تمام. هنزل بسم الله الرحمن الرحيم الدقيق كله، بسم الله الرحمن الرحيم، مع رشه الملح، بسم الله، اهو بالشكل ده. واخلط المقادير كلها مع بعض، وهشوف هحتاج لبن تاني ولا لا. بصوا انا خليت شويه لبن، ما خدتش اللبن كله. لو حابه ان انت تعمليها بالزبادي ماشي، حابه تعملي بالزبادي واللبن مع بعض هيدي طعم حلو قوي معاكي. اهو لازم نخلط المقادير كلها مع بعض اهو زي ما انتم شايفين اهو. اهي بصوا هنحتاج كده بقيه اللبن. ليه احنا بنخلي اللبن ده اخر حاجه بقيته؟ عشان خاطر كل دقيق بيختلف عن التاني، ما بياخدش سوائل كتير، ممكن احتاج تاني الله اعلم. اهو بالشكل ده اهو. بصوا لسه طبعا انا هقلبه شويه كمان وارجع لكم تاني، ولو احتاج لبن هحط له تاني. بص الكيكه بتاعتي خلصت اهي. بصوا القوام بتاعها، بصوا القوام بتاعها حلو ازاي. لازم يكون القوام بتاعها ده مظبوط، ما ينفعش تكون اخف من كده. هتخففي الكيكه معاكي هتطلع يا طريه قوي 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 وهتبقى سايبه معاكي في الصينيه، يا اما هتطلع ناشفه. كل ما هتزودي السوائل هتنشف معاكي. دي الصينيه اللي انا هحط فيها. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا القوام بتاعها نازل عامل ازاي. هو ده القوام المظبوط بتاع الكيكه. كيكه كب كيك اي حاجه انت هتعمليها بالشكل ده، القوام بتاعها لازم يكون بالطريقه دي اهو زي ما انتم شايفين اهو. اهو كده بالشكل ده. نسويها كده في قلب الصينيه بتاعتنا. لازم نعمل لها خبطه كده عشان خاطر تبقى متسويه ومظبوطه معاه. تمام. انا في تركايه انا حابه اعملها. ابني عايز كيكه مختلفه، فانا عندي لون طعام احمر اهو بالشكل ده. ده لون الطعام الاحمر اللي عندي. هحط كده نقطه هنا كده، ونقطه هنا، ونقطه هنا كده بالشكل ده، ونقطه هنا، ونقطه في النص. تمام خلاص. وهقول لكم هنعمل ايه. بصوا كده انا حطيت اهو نقطه اهي ونقطه اهي ونقطه اهي 5 نقط. تمام. هعمل ايه؟ هجيب كده النقطه اللي انا اول واحده انا حطيتها هعملها كده في قلب العجينه اهو بتاعت الكيكه بتاعتي بالشكل ده اهو، من غير ما افصل احط اللون لوحده وده لوحده، لا كده الطريقه دي حلوه اهو بالشكل ده. بصوا حلوه وجميله ازاي، هتدي لون حلو بشكل حلو. الاولاد هينبهروا بيها هيبقوا مبسوطين. تمام. انا هدخلها الفرن على درجة حرارة 170 من تحت بس، مشغلة تحت بس، وارجع لكم تاني بعد ما تستوي ان شاء الله.
خلاص بعد الكيكه بتاعتنا ما استوت واختبرتها بخله وطلعت كويسه الحمد لله. ده الشكل النهائي بتاعها. بس احنا قبل ما نقطعها ونشوف الكيكه بتاعتنا هشه وحلوه ولا لا، هنحط عليها سكر بودره. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده، رشه كده بسيطه كده من السكر البودره اهو. لو مش حابه تحطي ما تحطيش. تمام. ونقطع بقى حته كده حلوه عشان خاطر نشوفها كده من جوه. بسم الله. عايزه اقول لكم هتطلع حلوه ان شاء الله باذن الله وهتعجبكم اهو. بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا عامله ازاي من جوه. بصوا الفراغات اللي جوه. بصوا الناحيه التانية كده اللون بتاعها. بصوا انا كمان ما نزلتش اللون اللي تحت خالص، انا يا دوبك حطيته كده من على الوش. عايزه اقول لكم حلوه وطريه وهتعجبكم ان شاء الله. بصوا الطراوه بتاعتها. بصوا الكيكه. بصوا بترجع تاني ازاي. تعرفي ان الكيكه ناجحه لما تضغطي عليها كده اهو وترجع معاكي تاني. ترجع معاكي كده. يا رب الوصفه تعجبكم وتنول رضاكم ان شاء الله. متنسونيش في لايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.